الحمد لله ذي الكرم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مصر رسالة التنمية في جنوب دولة رواندا اليوم 7 من ربيع الثاني من جماد الأول 1445 هجري، وطبعا لازلنا في حملة المناظرات في جنوب دولة رواندا. حقيقة الموضوع أصبح الناس يحبونه بشكل رائع، حتى بعضهم يأخذون مسافات ليأتوا إلى المكان الذي سنجتمع إليه ليسمعوا كلام رباني. فنسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين بهذا الخيرات خير الجزاء، وأن يبارك لهم في المال والأهل والولد، وأن يجعل هذه الأعمال الطيبة في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أفضل من أن تبين الحق للناس الذين وخاصة الذين لا يعرفون الحق. وما علينا إلا البلاغ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الكرم والنعم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مصر رسالة التنمية في جنوب دولة رواندا اليوم 28 من ربيع الثاني 1445 هجري. أتينا هنا في هذه القرية في جنوب دولة رواندا حيث قمنا فيها المناظرة، وبعد أخ الشيخ عادل الشعراوي بعد أن قام بكلام طيبة ومحاضرة رائعة الذي جعل هؤلاء يجتمعون وإلى كلام الله، وقلنا كذلك أن لهم عن الإنجيل، كما أن الأخ يقوم بمحاضرة عن الإنجيل. فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوب هؤلاء كما اجتمعوا علينا ليسمعوا كلام الله. نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى طريق الحق ويفتح قلوبهم ويسمعوا هذه الكلمة الطيبة. رحماني رحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله. في زنرجيمانا يرموه يرمبرسي ndahamya mbikuye ku mutima nkabivugisha ururimi rwanjye ko nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Nkanamya mbikuye ku mutima